السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهارده على آخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 1/8/2023. تفاصيل أغلى صفقة محلية في التاريخ. الأهلي يستعيد خدمات فورمينو. صفقات الأهلي السعودي حتى الآن. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنتعرف على صفقه الاهلي السعودي الجديده، بس كمل معايا الفيديو للاخر. الاهلي السعودي يستعيد خدمات فورمينو ضد الاخدود. اصبح البرازيلي روبرتو فورمينو مهاجم النادي الاهلي جاهزا لمواجهه الاخدود الخميس المقبل في الجوله الثالثه من بطوله دوري روشن السعودي، عقب تعافيه من الاصابه بشده في العضله الخلفيه. جاهزية فورمينو لمواجهة الأهلي والأخدود. وشارك البرازيلي فورمينو في مران النادي الأهلي أمس الأحد عقب تعافيه من الإصابة بشدة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا لمواجهة الأخدود. وغاب البرازيلي روبرتو فورمينو عن أنظار النادي الأهلي على الخليج بثلاثية مقابل هدف الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي نتيجة الإصابة. وسيعود البرازيلي روبرتو فورمينو لقيادة هجوم النادي الأهلي السعودي بجوار الجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمان ضد الأخدود الخميس المقبل. الأهلي السعودي يتحرك لضم ديبول بعد انهيار صفقة زيلينكسي. فتح النادي الأهلي السعودي باب التفاوض مع الأرجنتيني رودريجو ديبول لاعب أتلتيكو مدريد من أجل التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حساب مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهلي السعودي بدأ محادثاته لضم ديبول الذي أصبح الهدف الرئيسي للنادي بعد انهيار مفاوضات مع البولندي بيوتر زيلينكسي لاعب نابولي. وأوضح فابريزو رومانو أن مفاوضات نادي الأهلي السعودي مع أتلتيكو مدريد ليست سهلة، ولكن النادي السعودي سيواصل محاولاته لحسم صفقة ديبول. وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات متقدمة مع نابولي من أجل ضم زيلينكسي، ولكن الصفقة تعثرت بسبب رفض زوجة اللاعب القدوم إلى السعودية. أغلى صفقة محلية في التاريخ. حسان تنبكتي هلالي. نجح الهلال في هزيمة الاتحاد والنصر والأهلي والفوز بتوقيع حسان تنبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير بين الأندية الأربعة. حسان تنبكتي كان حديث الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية 2023 الخاص بدوري روشن السعودي، خاصة بعد ما عبر عن رغبته في الرحيل وأكد أنه سينتقل للنادي الذي سيقدم العرض الأفضل للشباب. وأكدت صحيفة عكاظ السعودية أن المدافع الدولي السعودي وقع على عقد يمتد ل4 سنوات فجر اليوم مع الهلال في حضور رئيسي الناديين فهد بن نافل وخالد السنيان، وفهد المفرج بجانب وكيل اللاعب. ولم تكشف المصادر الصحفية عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة عكاظ اكتفت بالإشارة إلى أنها الأغلى في تاريخ الانتقالات اللاعبين السعوديين. فيما أفادت بعض المصادر عن منصة تويتر أن الصفقة قد تتضمن انتقال بعض لاعبي الهلال بالإعارة إلى الشباب. وتداول المغردون أسماء مثل محمد جحفلي وعبد الله رديف وحمد اليامي. كما أكدت المصادر الهلالية تحمل الأمير الوليد بن طلال قيمة، ويشار إلى أن الهلال كثف محاولاته لضم تنبكتي بعد إصابة مدافعه السنغالي خالدو كوليبالي وغيابه لمدة شهر تقريبا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا واتمنى دعمك واشتراكك في القناة عشان نكبر جيش الاهلاويه. لو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.